من ضمن الحاجات اللي بيعملها شكر النعمه هو ان انت ما بتتنظرش من الناس، ما تتحسدش. ليه؟ انا لما اجي اديكي دلوقتي اقول لك ان ربنا كرمني وعملني واستجاب دعواتي وبص انا معايا ايه وربنا اداني، انت ما بتبصليش نظره حسد، بالعكس انت بتقولي لي ايه؟ انت مالي، انت التعليقات كلها دعوات ليا. ليه؟ ليه؟ عشان انت شايفه ان انا طالعه اديكي حاجه من اللي ربنا اداها لي. روحي ربنا يزيدك، روحي ده انا بدعي لك ان انت كنت سبب في الصلاه على النبي، روحي انا كنت كده صح. ليه؟ ليه؟ عشان انت شايفه ان انا بنفق، ان انا بديكي حاجه، مش بخلانه عليكي بالمعلومه، مش خايفه اتحسد. ما بخلتش بالمعلومه عشان اتحسد، لحسن اتحسد ولا اخد عين. ربنا عامل شكر النعمه والانفاق عشان الناس تتحاب مع بعض. انت لما عندك جارين، الاتنين في قصر، واحد ماسك قوي وما بيديش لحد حاجه وماشي رايح جاي بالهيلمان بتاعه وبالرولز رويس بتاعته رايحه جاي، الفقير يبص عليه يقول له ايه؟ ربنا كرمك بكل ده، ما تدينا حاجه يا عم، ما تدينا حاجه. اما التاني ويبقى ممكن حد يحسد له، عينه وحشه يحسده، روح ربنا يزيل لو هو نفسه يعني سيئه جدا يعني. اما التاني اللي بينفق، تعالوا يلا لحمه، يلا مشاوير، يلا اللي عاوز حاجه، يلا بتاع اللي هناك ده ليكوا، يلا مش هاخد حاجه، ديوني مش مشكله، يلا. الناس هتقول له ايه؟ هتحسده؟ هتبص له؟ ولا هتروح تقول له روح ربنا يزيدك، روح ربنا يزيدك من وسع ويكرمك كمان كمان. ليه؟ لانه بيدين، مستحيل يتحسد. عرفتوا شكر النعمه بيعمل ايه؟ عرفتوا شكر النعمه ازاي اصلا؟ اتفقنا؟ عرفنا هنعمل ايه لما يبقى عندنا نعمه وعايزين نشكرها ايا كانت بقى. انا اديتكم امثله مش بشطارتي، ده ربنا كرمني بالمعلومات دي. اللهم لا علم الا ما علمتنا. او مستعمل المعلومات دي في الخير، ما اروحش اعمل هاكر وابقى هاكر واعمل هاكينج على الاجهزه، لا ده انا اعمل حاجات خير واجيب للناس حقوقها. واحده حد بيذلها، بيهددها، تمام كده، استعملتها في طاعه ربنا، تساعد بيها الناس، تنفق منها للناس المعلومات دي. لو حد عندك في الشغل محتاج حاجه، ما تبخلش بالعلم، ما تخافش، ما حدش هياخد مكانك في الشغل، بالعكس، بالعكس والله، بالعكس. كل ما شكرت النعمه واديت منها للناس اكتر، انفق ينفق عليك، يعني تدي للناس ربنا يديك تاني، يديك معلومات تاني. لو بخلت، من يبخل بل يبخل على نفسه. اللهم اعطي كل يوم الفجر، اللهم اعطي كل منفقا خلفا، اديله تاني يا رب. سياره بقى، معلومات، فلوس، قوه، مقدره وقوه بدنيه. وانا بعد الصلاه على النبي كتير مشيت في رحله مع ربنا كده، قعد يعلمني اعمل ايه. حلت لك حاجات، تعالى اعلمك ازاي تحمديني وتشكريني، راح مفهمني الثلاث حاجات دول. ومن اول هنا بدات اعمل كده، من اول هنا طلعت لك اصلا اكلمك في موضوع الدعوه الى الله، واكلمك قد ايه الصلاه على النبي حلوه. انا بعمل كده، انا كل اللي انا بعمله ده عشان شكر النعمه، عشان اديك من اللي ربنا اداهوني، عشان تفضل النعمه موجوده عندي. ده مش انا عايزه اديكي بشرى ان النعمه مش بس هتكون موجوده عندك، ده ولئن شكرتم لازيدنكم. يعني لو معاك سياره هيبقوا 2، يبقى السياره اللي بقت فئه كده بقت فئه بعدها. معاك معلومه بقوا اكتر، وترقيت انت اكتر كمان. لازيدنكم مش لاديم النعمه، مش هدمها بس، ازيدها وازيد نعم تانية معاها وعليها كمان، ويبقى فيها بركه وفيها رضا. وعلى فكره، من ضمن الحاجات اللي بيعملها شكر النعمه هو ان انت ما بتتنظرش.